أهلين يا جماعة. إذا مفكرين إنه المشاكل الكبيرة لازم يكون إلها سبب كبير، فخلونا لكم من هلأ انتو غلطانين، لأنه نحنا بهالبيت ممكن تقوم حرب عالمية بسبب شغلة قد الكف. مو ذهب، مو مصاري، مو موبايل، ولا حتى مفتاح البيت. كل القصة بلشت بسبب ريموت التلفزيون. ايه والله، ريموت. هداك الكائن الصغير اللي بيختفي فجأة كأنه عنده رجلين وبيمشي. بس اللي صار معنا بهداك اليوم ما كان مجرد ضياع ريموت، لا لا، هاد كان اختيار حقيقي لعيلتنا. مين بيصبر، مين بيهتم، مين بيكذب، مين بيبالغ، ومين بيطلع بالنهاية هو السبب وهو عامل حاله قاضي المحكمة. خلوني اخدكم من اول النهار، لانه القصة بلشت قبل ما يضيع الريموت بكتير. لانا، تعي يا بنتي، حطي هالصحون على السفرة. ايه ماما، هلأ عني شغل مهم كتير. شغل مهم؟ شو هو؟ تعي تعي. عم خطط للحلقة الجاية. يعني صرنا فنانين وإعلاميين وما منلم صحن من على الأرض؟ لا ماما، بس القناة بدها ترتيب، والبيت كمان بده ترتيب يا روحي. تعي حط الصحون قبل ما رتبك انت والدفتر تبعك. أمي عندها موهبة غريبة، تقدر تحول أي جملة عادية لتهديد مؤدب. بتقولي شي؟ لا ماما. شوفوني، أنا صرت مذيعة. انتي مذيعة؟ ايه. أهلين وسهلين فيكم بحلقة اليوم. راح نحكي عن معاناة الأطفال اللي كل ما رتبوا غرفتهم الكبار بيرجعوا يقولوا لسه مو مرتبة. برتبوا غرفتهم؟ احنا إذا دخلنا غرفتك لازم نطلع بخوذة نجاة. هاي مو فوضى، هاد نظام إبداعي. ايه إبداعي لدرجة إنه إذا ضاع حدا بالغرفة ما منلاقيه قبل أسبوع. المهم إنه أنا فاهمة نظامي. والله هالنظام راح يخليني أطلب فريق إنقاذ. بابا إجا، روح افتح له. لا أنا روح افتح له أنا. يا بنات ليش بتستعاركوا هيك يعني؟ هو مع مفتاح بيفتح وبيجي. السلام عليكم يا أهل البيت. وعليكم السلام، يعطيك العافية. أهلين بابا. بابا. ديري بالك. آخ يا ظهري، اليوم كان طويل. وين الشاي؟ لسه ما قعدت. طيب وين الريموت؟ لسه ما قعدت كمان. يعني الشاي والريموت أهم شي بعد السلام. بابا، انت بتسلم علينا ولا بتسأل عن الخدمات الأساسية؟ يا بنتي الواحد بعد الشغل بده يرتاح. يرتاح يعني يقعد قدام التلفزيون؟ والله التلفزيون أرحم من نقاشاتكن. بابا، اليوم بدي أحضر كرتون. لا اليوم في مباراة. وأنا بدي أحضر برنامج. وأنا بدي أشوف وصفة المحشي. محشي؟ انت كل يوم بتشوفي وصفة محشي وما شفنا المحشي. لما تحترموا المطبخ بعمل لكم محشي. بهاللحظة كنت حاسة إنه في شي رح يصير، لأن لما أمي تقول لما تحترموا المطبخ معناها إن اليوم ما في أكل مريح نفسيا. وين الريموت؟ مو كان عالطاولة؟ ايه كان هون الصبح. والله ما لمسته. غريب،
كل ما تضيع شغلة انتي بتقولي أنا ما لمسته قبل ما حدا يسألك، لأنه بعرف طريقة تفكيركم. طيب جد، وين الريموت؟ فتش حواليك. فتشت. تحت المخدة. ما في. تحت الكنباية. لا تفتشوا هناك. ليش؟ 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 لأنه يمكن في أشياء خاصة. أشياء خاصة تحت الكنباية؟ يعني رسومات، ألعاب، ذكريات. ذكريات ولا بقايا بسكويت؟ كله تاريخ. لانا، شوفي جنب التلفزيون. ما في. أنا شفته مبارح. وين؟ بإيدك. امبارح؟ احنا نحكي عن اليوم. أنا عم وسع دائرة التحقيق. هيك بلشت المصيبة. هون في قلم مشبك حبة بزر، بس الريموت مو موجود. شوفي تحت السجادة. ماما، الريموت مو ورقة. بهذا البيت كل شي ممكن. بروح بدور بالغرفة. ماما، لقيت فردة جورب. هاي عن جد؟ إلي أسبوع بدور عليها. لقيت مشط. هاد مشطي. لقيت شوكولاتة. هاتيها. لا، هاي دليل بالقضية. أي قضية؟ أنا بدي الريموت بس. طيب آخر واحد مسك الريموت مين؟ أنا الصبح كنت عم شوف برنامج الطبخ. بعدها أنا فتحت التلفزيون شوي، وبعدها أنا حضرت كرتون. يعني آخر واحدة أنتي. اعتراض. ما شاء الله، دخلنا محكمة. أنا آخر واحدة شفت التلفزيون، بس مو آخر واحدة مسكت الريموت. كيف يعني؟ أنا كنت أبدل القناة بإيدي، وبعدين ماما أخذته مني. أنا أخذته منك لأنك كنتي رافعة الصوت، كأنه الحارة كلها لازم تحضر كرتون معك. لأنه الحلقة كانت حماسية. وبعد ما أخدتيه يا أم لانا وين حطيتيه؟ حطيته على الطاولة. الطاولة هادي؟ ايه، بس مو موجود. يعني أنا أكلته؟ لا، حدا قال هيك. بس وجهك قال. وجهي ما حكى. وجهك من زمان بيحكي أكتر منك. شايفين؟ كان ممكن الموضوع ينتهي ببساطة. نفتش شوي، نلاقي الريموت، كل واحد يحضر اللي بده إياه. بس لا، عنا بالبيت في قاعدة: أي مشكلة صغيرة لازم تتحول لملف عائلي مفتوح. والأسوأ إنه أبو لانا لما يدخل جو التحقيق ما بيطلع منه بسهولة. اسمعوني منيح، من هلأ ما حدا يطلع من الصالون. نعم؟ بابا، انت جد؟ يعني ممنوع نفوت على الحمام كمان؟ الحالات الطارئة فقط. لك يا رجل، ضيع ريموت مو ضيعة دولة. المبدأ واحد، اليوم ريموت بكرة مفتاح، بعده مصاري، بعده ضمير. ما شاء الله، الريموت صار قضية أخلاقية.
ايه، لانه البيت اللي ما فيه نظام بيضيع فيه كل شي. والبيت اللي فيه تحقيقات كتير بيهربوا منه كل الناس. ام لانا تفضلي. اتفضل لوين؟ جاوبي بس، اخر مرة شفت الريموت امتى؟ الصبح. الساعة كام؟ يمكن 10. يمكن؟ ايه يمكن، انا مو ساعة حائط. وشو كنتي تعملي؟ عم شوف وصفة. وصفة شو؟ كبة لبنية. طب وين الكبة اللبنية؟ ضاعت مع الريموت. هدف قاتل من امي. أقلكن على الصراحة؟ الله يوفقك، قولي. أنا مخباية الريموت. شو؟ 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 ايه مخباية الريموت، لأن انتو لو كنت لقيتوه ما كنت بحضر على الكرتون. يعني بتعملي هيك؟ ايه. وين الريموت هلأ؟ بجيبه. تفضل. طيب بستأذنكن أنا. هيك خلصت حكايتنا اليوم، بدأت بريموت ضايع. بس قبل الحلقة الجاية بدي أسألكن، لو كنتوا معنا بهالبيت مين كنتوا راح تتهموا أول واحد بضياع الريموت؟ الأب، الأم، لانا، ولا الأخت الصغيرة ميلا؟ واكتبوا لنا كمان، هل بتحسوا إن الشاشات فرقت العيلة عن بعضها؟ ولا ممكن نستعملها بطريقة تجمعنا؟ اكتبوا بالتعليقات، لأنه يمكن نقرأ أحلى إجاباتكم بأول الحلقة الجاية. أنا لانا، وهيدي كانت حكاية اليوم من حكايات لانا الشامية. بشوفكم بالحكاية الجاية. باي باي.